السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنفرزه مع بعض التوم، وعارفه ان انا جايه متاخر، بس ان شاء الله يكون في حد لسه ما فرز ويلحق يشوف الفيديو بتاعنا. هنفرزوه مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. بس يلا قبل ما نبدا الفيديو متنسيش تعملي لي لايك وشير للفيديو واشتراك للقناه وفعلي الجرس عشان يجيلك مني كل جديد. طبعا انا هنا دي مش الكميه كلها، انا جبت التوم متاخر فكان نشف شويه، فانا قلت كل فتره كده هبتدي ان انا اعصر شويه شويه وافرزه. دول كانوا حوالي كيلو الا ربع توم معايا، هقسمهم في الكب على مرتين، وهنزل عندي بمعلقه صغيره من السكر كماده حافظه، ومعلقتين صغيرين من الملح، وحوالي ربع كوبايه من الزيت. طبعا الزيت ده عشان خاطر لما يتحط في الفريزر ما يمسكش كده ببعضه، تيجي لما تاخدي منه تلاقيه لسه فاكك كده، ما يبقاش ماسك في بعضه ولا متجمد. والسكر طبعا ماده حافظه، انا بحب احطها في اغلب الحاجات اللي انا بفرزها. انا فرمته كده معايا بالكبه. هنا حسيته كان خشن شويه، رحت جيت ضربته ضربه كمان كده القوام بتاعه مظبوط. وهنحطه في اكياس من اكياس التلاجة. بلاش تحطيه في كيس بلاستيك، في علب بلاستيك، عشان انا في سنه حطيته في علب بلاستيك وما كانش ليا النصيب فيه وكله باظ اصفر وباظ. فالكياس طبعا مفيش احسن ولا امن منها في الفريزر، تمام، ويقعد معاكي ابيض كده من السنه للسنه. وزي ما قلت لكم دي مش الكميه كلها، انا كل فتره هبتدي ان انا افرز حبه حبه على قد ما اقشره. وطبعا الكميه بترجع لك، بتجيبي على قد المناسب ليكي. دي بقيه الكميه حطيتها في الكبه، ونزلت عليها بمعلقه صغيره تانية من السكر، ومعلقتين كبار معلقتين صغيرين من الملح، وحوالي ربع كوبايه من الزيت، وفرمتهم برضو. وطبعا لو ما عندكيش الكبه، في مفرمه كده صغيره بتاعت شطه، او في الكبه بتاعت الكمون والفلفل، ممكن برضو اللي هي المطحنه تضربي فيها، بس تضربي فيها كميات صغيره عشان خاطر ما تبص معاكي. وكده عبيتهم في اكياس وبططتهم وخرجت الهواء منهم تماما، لازم اطلع الهواء اللي في الكيس كله. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص.